عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض كتاب التربية الدينية الإسلامية من صفحة 46 إلى صفحة 53 إلى صفحة 55. نقول بسم الله. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة يا حبايبي عشان يوصلكم كل جديد من حل الكتب المدرسية والتقييمات. يلا بينا. أول حاجة الاختياري زي ما أنت شايف. أول واحدة هتقول له التعاون، دي صفحة 46، التعاون في الدفاع عن المدينة. تاني حاجة اذهبوا فأنتم الطلقاء. تالت حاجة السنة التاسعة للهجرة. رابع حاجة الرحمة والدعاء بالهداية. هتقول له هنا خصمه ومدافع عنه. أول واحدة الفرق بين تعامل مشركي مكة مع المسلمين وتعامل النبي مع غير المسلمين بعد الهجرة. هتقول له اللي هم مشركي مكة أذوا المسلمين واضطهدوهم، إنما تعامل النبي كان يتعامل مع غير المسلمين بالعدل والإحسان والرحمة. كيف حشد جسد النبي قيمة التعايش مع أهل الكتاب في المدينة. هتقول له عقد معهم وثيقة المدينة التي نظمت العلاقات بينهم وضمن لهم حرية الدين والعيش الكريم. استخرج من النص آية وحديث. هتقول له هنا لكم دينكم ولي ديني. طيب والحديث هتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بما ترد على من يقول أن الإسلام لا يقر التعامل مع الغير المسلمين. هتقول له الإسلام بيقر التعامل مع غير المسلمين بالعدل والإحسان، وقد تزوج النبي من أهل الكتاب وتعامل معهم تجاريا وسلما. اكتب موقف من سيرة النبي بيظهر حسن تعامله مع غير المسلمين. هتقول له هنا الموقف عندما فتح النبي مكة وعفى عن قريش وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. أتعلم من النبي العفو عن من أساء لي وأعامل الناس بالرحمة. دي صفحة 46. ولو في أي حاجة وقف الشاشة وانقل إجابتك وكمل معايا. يلا يبطل صفحة 47. هنا بيقول لك تحدث عن فتح مكة والدرس اللي استفدت منه في حياتك اليومية. تقول له عفى النبي عن أهل مكة رغم إساءتهم إليه وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. الدرس المستفاد التسامح والعفو عند المقدرة. ابحث في شبكة الإنترنت عن ميثاق المدينة وبين كيف أسهم ميثاق المدينة في تعزيز المواطنة. هتقول له ميثاق المدينة نظم العلاقة بين المسلمين واليهود وأكد على الحقوق والواجبات مما عزز روح المواطنة والتعاون. صمم ملصقا بيوضح موقف تعامل فيه النبي مع اليهود وفائدة ثم أشرحه بإيجاز. الموقف هتقول تعامل النبي مع اليهود بالعدل فعقد معهم معاهدة بتحمي حقوقهم وأمنهم. الفائدة الإسلام دين بيده للرحمة والعدل والتسامح مهما اختلفت الديانات. الشرح يظهر الموقف أن الإسلام دين سلام بيسعى للتعايش واحترام العهود والمواثيق. هنا يا بطل اكتب فقرة من 5 ل7 أسطر بعنوان كيف أطبق المواطنة في مدرستي. هتقول له احترام معلميني وزملائي وأحافظ على نظافة مدرستي وممتلكاتها وهذا يعكس حبي لوطني وأتعاون مع زملائي بروح الفريق الواحد. دي صفحة 47. يلا بينا على صفحة 50. صفحة 50 هتقول له مكة أبو بكر الصديق 2210 حديث. هتقول له الزهري. هنا هتقول له ما لقب دلالة أم المؤمنين، دلالة على مكانتها العالية وشرفها العظيم فهي زوجة النبي وأم للمسلمين. اذكر 3 من صفات السيدة عائشة: الذكاء، العلم، الحياء، الصدق. أثر السيدة عائشة في العلم والفتوى. هتقول له كانت من كبار العلماء وروت أحاديث كثيرة وعلمت الصحابة والتابعين. أكمل البطاقة التعريفية للسيدة عائشة. هتقول له الاسم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. ولادتها ولدت في مكة المكرمة. نشأتها في بيت الصديق على الإيمان والعلم. زواجها من النبي في المدينة المنورة. أبرز صفاتها الذكاء والحياء والصدق والعلم. دورها العلمي والدعوي. هتقول له تعليم المسلمين ونقل أحاديث النبي. روايتها للحديث هتقول له روت أكثر من 2000 حديث. اكتب فقرة عن الدور العلمي للسيدة عائشة في خدمة الشريعة الإسلامية. هتقول له كانت السيدة عائشة مرجعا للصحابة والتابعين في أمور الدين وساهمت في نشر السنة وتعليم النساء والرجال وبذلك أدت دورا عظيما في خدمة الشريعة الإسلامية. اكتب في حدود من 8 ل 10 أسطر عن مقال بتعبر فيه عن إعجابك بشخصية السيدة عائشة. هتقول له أعجبت بشخصية السيدة عائشة رضي الله عنها فهي مثال للعلم والفقه والذكاء. تعلمت من النبي الكثير من العلم والحكمة فكانت مرجعا للصحابة في الفقه والحديث وروت عن رسول الله أحاديث كثيرة أفادت الأمة وأحب فيها قوتها وصبرها وحرصها على نشر العلم بين الناس. دي صفحة 50. يلا بينا على صفحة 53. هنا هتقول له طهارة الكلام من السوء. عندك هنا هتقول له الصدق. التالتة هتقول له من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رقم 4 هتقول له صدقة.
هنا رقم 5 هتقوله من آثار عفة اللسان على المجتمع، هتقوله نشر المحبة. أجب ما المقصود بعفة اللسان، هتقوله أن يحفظ المسلم لسانه عن قول الباطل والغيبة والنميمة والكذب. طيب هنا يا بطل اذكر 3 من صفات المسلم عفيف اللسان، هتقوله الصدق في القول ولين الكلام وحسن الظن بالناس. كيف تؤثر الكلمة الطيبة على المجتمع، هتقوله بتشييع المحبة والتعاون بين الناس ونشر الألفة والسلام. استخرج دليل من القرآن الكريم أو السنة بيدل على أهمية الكلمة الطيبة، هتقوله قال تعالى وقولوا للناس حسنا. ماذا تفعل إن سمعت أحد زملائك يتكلم بسوء عن الآخرين؟ أنصحه بلطف أن يتوقف عن الغيبة وأذكره بحرمة ذلك، وإن لم يتوقف أترك له المجلس. طيب هنا بيقولك الكلام الجميل محبب للقلوب قبل الأسماع، ويجعل القائل محبوبا بين معارفه. اكتب 5 جمل بتكثر فيها استخدامها حتى يحبك من حولك، هتقوله مثلا كلمة أنا بقول دايما جزاك الله كل خير، شكرا لك، بارك الله فيك، عفوا، أسعدك الله. يعني دي جمل بتكون لطيفة وبتدخل السرور على القلوب. طيب سجل في دفترك تاريخك 3 كلمات بتبدأ قلتها لغيرك في يومك، هتقوله جزاك الله خيرا، شكرا لمساعدتك، وفقك الله في دراستك. الأذكار سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم اغفر لي ولوالدي، بسم الله الذي لم يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء والسميع العليم. موقف اجتنبت فيه قولا سيئا، هتقوله عندما أخطأ أحد زملائي في الحديث معي هتقول له كدت أن أرد بعصبية وتذكرت أن المسلم عفيف اللسان وابتسمت وسكت. دي كانت صفحة 53. يلا بينا على صفحة 54. صفحة 54 مراجعة على الوحدة التانية. هنا هتقول له الطمأنينة، هتقول له هنا صلاة الجمعة والاستماع إلى الخطبة، هنا هتقول له الإظهار، هنا هتقول له يحتاج الناس إلى المطر، هنا هتقول له العدل والتعايش بين الأديان. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. عند وجود النون الساكنة قبل الحرف الياء بيكون الحكم الإدغام بغنة. صلاة الكسوف بتشرع عند حدوث كسوف الشمس. قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. دي صفحة 54. صفحة 55 يا شباب الصح وخطأ. وديت بيقولك معنى الإيمان بالقضاء والقدر وأسرع على نفسه المسلم، هتقوله والتصديق بأن كل ما يجري في الكون بتقدير الله وعلمه ومشيئته أثر على نفسية المسلم، إن هو بيبعث الطمأنينة في القلب ويعين على الصبر ويمنع الحزن الشديد. وبكده يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، ربنا ينجحكم جميعا يا رب. ما تنسوش حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة، ولو في اي حاجة اكتبوا لنا في التعليقات. مع السلامة حبايبي.